تعالوا نسمي كده بسم الله ونشوف هنعمل ازاي النهارده الرز المعمر بتاعنا ويطلع مفلفل كده في منتهى الجمال ويبقى طري معانا ومش ناشف وفي نفس الوقت هيبقى معانا مفلفل وخطير. هنعمل الرز المعمر او الرز الفلاحي او الرز المدسوس زي ما بيقولوا كده الفلاحين، يعني بيدسوه في الفرن. يعني في البدايه كده جبت حته سمنه وتفضل انها تكون بلدي طبعا عشان تديكي الطعم اللي انت حباه. هبتدي اوزعها كده في الطاجن بتاعي، وممكن تعمليه في صينيه وممكن برضو تعمليه في طاجن زي كده، في حله تكون صغيره. وزعنا كده السمنه. هجيب بقى كميه الرز بتاعي دي ربع كيلو رز، يعني كوبايه رز كبيره ربع كيلو، وتقدري تعملي بقى الكميه اللي انت حباها، وطبعا تكبري الاناء بتاع الفخار اللي هنعمل فيه الطاجن. عشان الرز ينجح معانا لازم يكون الفرن بتاعتنا سخنة، ويكون كمان اللبن سخن، وهنحط عليه مية او شوربة تبقى برضو سخنة. هنزل عليها كده بمعلقة كبيرة من السمنة، وهبتدي اشوحها كويس كده لغاية ما اغلف بيها الرز كله. الرز بتاعنا ده ما نقعتوش، انا غسلته ويا دوبك صفيته كده وحطيت عليه السمنة بتاعتنا. عندك بقى معلقة قشطة بلدي حطي، عندك كريمة لباني حطي. طبعا كل الاضافات دي بتديله تطعيمه اكبر، بس انا هتكل هنا على اني حاطه اللبن دسم. طبعا لازم يكون اللبن معانا دسم كامل الدسم. كمان السمنه معايا بلدي، فده بالنسبه لي هيكون كافي جدا. خلاص حطيت كده السمنه وغلفت كل الرز بيها بالشكل ده كده. حد هيقول لي طب ما انت كده المعلقه اللي دهنتي بيها في الاول الطاجن خلاص كده اتمسحت في الرز. لا، برضو بيفضل الطاجن معايا مدهون مهما الكميه طلعت مع الرز، برضو مع التقليب كده لا، برضو بيفضل الطاجن فيه محتفظ بكميه الايه، بجزء من السمنه اللي انا حطيتها، عشان اضمن ان الرز بتاعي ما يلزقش ويطلع حلو كده وجميل. خلاص هنساوي بقى الرز كده في الطاجن. شايفه كميه الرز قد ايه في الطاجن؟ شايفه الكميه قد ايه في الطاجن؟ الطاجن يكون يا جماعه في فرق كده حوالي عقلتين صباع. شايفه اهي، يكون في وسع كده في الطاجن عقلتين صباع، يكون الارتفاع ده بتاع الطاجن عقلتين من الصباع عشان ياخد كفايته في الصوب يستوي ويطلع مفلفل. تمام. خلاص كده دي بقى ايه اللبن بتاعنا المغلي وهنزل عليه. تبتدي انزل. طب هتنزلي بكميه الرز هتحط قد ايه عليها لبن؟ انا هحط عليها لبن وميه زي ما اتفقنا، مش هينفع لبن بس ومش هينفع شوربه بس. نزلنا كده باللبن، هبتدي انزل برضو بشويه ميه كده تكون مغليه زي ما انت ما شايفه كده، علشان يطلع معانا مفلفل، ما يطلعش كده ملتوت ويكون ايه متجبس كده في بعضه، لا يطلع كده مفلفل وحلو. خلاص كده هجيب بقى الحياء بتاعه بتاع الملح. والرز المعمر يا جماعه ما بيحتاجش ملح كتير، اللبن اقل حاجه بتحيقه من الملح او السكر، فانا هنا هحط كميه ملح يعني حوالي نص معلقه صغيره كده ملح. لو عايزه تعرفي اكتر العقد بتاع الميه من غير ما تعايريها، تقدري تجيبي المعلقه وتنزليها كده في نص الطاجن او الصينيه او اي حاجه اللي هتعملي فيها، تكون يا دوبك المعلقه متغطيه نصها كده بالشكل ده. زي ما اتفقنا الاناء اللي هنعمل فيه الرز المعمر يكون فيه علو فيه فاضي عقلتين صباع. هنحط بقى ربع معلقه الملح تحت الشوايه الاول ياخد لون، واول ما هلاقيه وشه احمر كده وابتدى ياخد لون الجراتان، هبتدي اطفي الشوايه وهحطه على الرف الوسطاني على نار تكون عاليه لغايه ما يتشرب، وهقوم مغطياه وهسيبه لغايه ما يستوي في الفرن، وبعد كده نطلعه ونشوف شكله هيبقى عامل ازاي بعد ما يستوي. اسويه وارجع لك تاني. فلفل واحده بوحدتها في منتهى الجمال. يا رب الطريقة بتاعتنا تكون عجبتكم، ولو عجبك الطريقة ما تنسيش تحطي اللايك وتعملي اشتراك في القناة لو لسه مشتركتيش، تفعلي زر الجرس تخليه على الكل عشان يوصلك مني كل جديد. وانتظروني في فيديو جديد ان شاء الله.